بتبتدي قصتنا في المغرب مع أندي وهي بتقابل صديق ليها اسمه بوكر، ومن كلامهم بنعرف إنهم أصدقاء من زمان وبقالهم فترة كبيرة ما شافوش بعض. وبوكر قال لأندي إن في عميل من الاستخبارات الأمريكية اسمه جيمس كوبلي طلب مساعدة في مهمة وهي إنقاذ رهائن مخطوفة في جنوب السودان، فقالت له لأ إحنا ما بنكررش العمليات مع نفس الشخص. وبعدين بنشوفهم راحوا فندق وقابلوا اتنين جو ونيكي، وبنعرف انهم اصدقاء من زمان برضو وقعدوا يتكلموا مع بعض، وبنعرف من كلامهم انهم مجموعة مرتزقة واندي هي زعيمة المجموعة، وهي كانت قلقانة من العملية فاقنعوها انها توافق. وراحوا يقابلوا جيمس كوبلي وكانوا جو ونيكي بيراقبوا الوضع، وجيمس عرفها كل المعلومات عن العملية وقال لها ان في مدرسة في جوبا في جنوب السودان اتعرضت لهجوم من الارهابيين وقتلوا المعلمين وخطفوا 17 طالبة تحت تهديد السلاح، واندي وافقت على العملية. وعلى طول بنشوفهم راحوا مكان العملية وبنشوف الحارس بيتضرب بالنار، والفريق دخل واتعامل مع كل الحراس الموجودين في المكان لحد ما وصلوا مكان حجز الأطفال وحطوا متفجرات على الباب. وبعد شوية بنشوف الباب اتفجر ودخلوا ملاقوش أطفال خالص، وفجأة طلع عليهم ناس مسلحة ضربوهم بالنار لحد ما ماتوا. وبنعرف هنا إنهم كان معمل لهم كمين، وشوية بنتفاجئ برجوعهم للحياة مرة تانية وجرحهم بيلم والرصاص بيطلع من جسمهم، والأشخاص المسلحة ما كانوش مصدقين من اللي شايفينه فقاموا واشتبكوا معاهم بالسيوف والمسدسات في مشهد جميل جدا لحد ما خلصوا عليهم تماما. وبنعرف انهم مجموعة من المرتزقة الخالدين، وعرفوا ان في كاميرات في المكان وان جيمس عامل لهم كمين، وكان جيمس بيتفرج عليهم بالفعل ومسجل ايه اللي حصل. وعرفوا ان خلاص حقيقتهم اتكشفت ولازم يدوروا على جيمس بأي طريقة وبسرعة. وبنروح لأفغانستان وبنشوف جندية في الجيش الأمريكي اسمها نايل، وكانوا في منطقة بيبحثوا عن شخص، فالرقيب بينادي على نايل وقال لها ان في اخباريه ان الشخص المطلوب ممكن يكون في بيت قريب، فطلب منها تروح تبحث عنه هناك. راحت ودخلت البيت واتكلمت مع الستات اللي موجودين هناك وقالت لهم احنا بندور على الشخص اللي موجود في الصوره دي لانه ارهابي وقتل افغان ابرياء كتير. فالست بصت لها على المكان اللي مستخبي فيه، عرفوا انه موجود هنا واستعدوا وقربوا منه فضرب نار عليهم، ونايل دخلت بسرعه وضربته بالنار. وبعدين حالته كانت خطيره ونايل حاولت تنقذه فطلع سكينة وضربها في رقبتها ودنتها تنزف لحد ما غابت عن الوعي. وبنروح للفريق وهم راكبين قطر، الأربعة حلموا بنايل وطريقة قتلها البشعة، وبعدين بنشوف نايل فاقت وما ماتتش وبنعرف هنا إنها هي كمان خالدة. وبنرجع لأندي وبنعرف منها إن الموضوع ده مر عليه 200 سنة على إن يكون في حد خالد جديد، وعرفوا مكانها عن طريق الرؤية اللي شافوها. وأندي قالت لهم انتوا دوروا على جيمس وأنا هدور عليها. وبنشوف نايل وهي مفيش أي أثر جرح على رقبتها نهائيا، وزمايلها ما كانوش مصدقين وكانوا خايفين جدا منها ومن اللي حصل. ورئيس نايل في الجيش قال لها في طياره هتاخدك لالمانيا علشان تكملي الفحص هناك، فقالت له انا كويسه جدا ومش محتاجه ده كله. فقال لها ما كناش مصدقين انك هترجعي للحياه مره تانية، وده امر ولازم تسمعي الكلام. وكل زمايلها في المعسكر كانوا خايفين وبيتكلموا عليها وبقوا يعاملوها وحش ويبعدوا عنها، فطلعت تقعد بره لوحدها علشان تهدى شويه. وبعدين بنشوف اندي داخله عليها وضربتها وافقدتها الوعي واخدتها في العربيه، وكانوا ماشيين في الصحراء وفتحت شنطه العربيه ونطت منها، فاندي وقفت وخرجت وضربتها بالمسدس في دماغها، ماتت على طول. وشويه فاقت واندي وهي بتقومها ضربتها بالسكينه في كتفها، فطلعت السكينه من كتفها ونايل مش مصدقه ومستغربه من اللي بيحصل معاها. واندي قالت لها انا قائده جيش من الخالدين وعارفه ان عندك اسئله كتير ولو عايزه اجابات عليها تعالي معايا. وبالفعل ركبت معاها العربيه ووصلوا الطيارة وركبوها، وأندي قالت لها هنروح باريس. وبعدين هنا أندي طلبت من نايل إنها تنام لأن المسافة طويلة. وبعدين بنشوف نايل ربطت أندي ورفع مسدس على الطيار وقالت لها مش هنروح باريس. وأندي طلبت من الطيار إنه يقوم ويفكها، وطبعا نايل منعته، فأندي قالت له لو ما قمتش دلوقتي هضربك بالنار. وبالفعل ضربته بالنار وما كانش في حل لنايل إلا إنها تفكها علشان تقود الطيارة. وبعد ما فكتها بنعرف إنها ما ضربتش الطيار بالنار وخدعت نايل علشان تفكها، وحصل شجار بينهم ودنهم يضربوا بعض لحد ما أندي كسرت ايديها وبعدين رجليها. وشويه
بنشوف مكان الكسر وهو بيشفى بسرعة جدا، ونايل ما كانتش مصدقة مين اللي شايفاه. وبعدين بنروح للندن وبنشوف شخص اسمه ميريك وهو صاحب أكبر شركة لإنتاج الدواء، وهنا بنشوفه وهو بيتفرج على تسجيل الفيديو للمجموعة الخالدة. وبنعرف هنا إن جيمس بيشتغل مع ميريك وطلب من جيمس إنه يتصرف ويجيب الخالدين. وبنرجع لأندي ونايل وبنشوفهم وصلوا كنيسة على حدود باريس مهجورة من 50 سنة، وكان موجود فيها بقية الفريق. وهنا وهم بياكلوا نيكي بيقول لنايل كنا بنستنى سنين طويلة جدا لحد ما نلاقي خالد جديد، وبوكر كان الأخير من سنة 1812. وبوكر أكد على كلامه وقال لها مت وأنا بحارب مع نابليون. وجو ونيكي كانوا من أيام الحملات الصليبية، والأقدم منهم بكتير هي أندي وهي أول الخالدين. فنايل كانت مذهولة من اللي بتسمعه وقالت إحنا فعلا ما بنموتش. فأندي قالت لها مفيش شيء بيعيش للأبد، وفي واحد مات كان محارب مننا، وفي يوم من الأيام هتقف جروحك عن التعافي ومش بنعرف الوقت ولا السبب. وبعدين وهم نايمين نايل حلمت بكابوس، فقامت وحكت لهم اللي شافته وقالت لهم أنا حلمت ببنت محبوسة في تابوت حديد تحت البحر، وكل شوية تغرق وتموت وبعدين ترجع للحياة مرة تانية، وعايشة في عذاب تحت البحر دايما، وحاسة بشعورها إنها غضبانة جدا وبحسها إنها مجنونة. وأندي سمعها وهي بتحكي اللي شافته وكانت حزينة جدا، وقالت لها إنها اسمها كوين وهي واحدة مننا وأول خالدة اكتشفتها. وعاشوا هي وأندي زمن كبير وخدوا حروب مع بعض لحد ما اتهموهم إنهم بيمارسوا السحر واتقبض عليهم، وعدم موتهم أثبت التهمة عليهم، فحكم عليهم بالموت والشن والحرق وكل حاجة حرفيا، لحد ما في يوم أخدوا كوين وحطوها في قفص حديد وقفلوا عليها ورموها في البحر. وبعد مدة أندي عرفت تهرب، وبنعرف إنهم دنهم يدوروا عليها سنين طويلة جدا لحد ما فقدوا الأمل. وبنعرف إنها تحت البحر تتعذب تموت وتصحى أكتر من 500 سنة. وبعد كده خرجت نايل وأندي يتكلموا مع بعض، وشوية سمعوا صوت انفجار شديد من جوه، ودخلوا لقوا بوكر فقد الوعي وبطنه مفتوحة من أثر انفجار شديد. وشوية فاقوا وعرفوا إن جيمس هو السبب وأخدوا جو نيكي. فأندي أخدت السيف وخرجت لهم. وبنعرف هنا إن الأسلحة النارية مش كل حاجة. وفي مشهد جميل جدا حصل قتال عنيف ودانتها تقاتلهم بالسيف والمسدس، وهنا واحد منهم ضربها بالسكينة في كتفها وحست هنا بوجع شديد، وكملت القتال لحد ما خلصت عليهم تماما. وبنشوف جيمس شايف ومتابع كل اللي بيحصل واللي بتعمله أندي، فطبعا خافوا واضطروا يهربوا قبل ما يحصلوهم. وهنا نايل خرجت وشافت كل الجثث اللي على الأرض ومش مصدقة إن أندي خلصت على كل الناس دي لوحدها. فبوكر قال لها أندي عندها أساليب في القتال أكتر من جيش كامل. وخرجوا وكانت أندي مستنياهم بره، وركبوا العربية معاها وراحوا منجم مهجور يقعدوا فيه لحد ما هيشوفوا هيعملوا إيه. وبنروح لميريك وهو بيتكلم مع جو نيكي واستفزهم في الكلام، فجو ضربوه. وبعدين ميريك مسك سكينة ودنه يطعنوا بيها طعنات كتير. فالدكتورة لما شافت سرعة التئام الجرح ما كانتش مصدقة مين اللي شايفاه، فقالت لميريك ده فيها جايزة نوبل، ورد عليها وقال لها وأرباح كتيرة جدا. فجيمس لما سمع كلامه اتضايق جدا وقال لميريك هدفنا العلم مش الأرباح. فميريك سابوه ومشي. وبيروح لنايل وبوكر وهم قاعدين مع بعض، فبتقول له أنا لازما أشوف أهلي. فحكى لها قصته وقال لها أنا كان عندي 3 أولاد وآخر واحد مات كان عمره 42 سنة ومات بالسرطان. وقال لها دايما وللأبد هتدنك شابة ومش هتتقدمي في العمر أبدا، لكن كل اللي حواليكي وكل اللي بتحبيهم هيتقدم بيهم العمر ويعانوا ويموتوا، ولو قربت منهم هيكشفوا سرك وساعتها هيتوسلوا ليكي انك تعرفيهم سرك علشان ما يعانوش ومش هتعرفي تعملي حاجة، وساعتها مش هيصدقوكي وهيقولوا لك انك ما بتحبناش وأنانية، ومش هتنسي أبدا الكراهية واليأس في عينيهم. وهو بيحكي لها كان متأثر وزعلان جدا لأن كان بيحكي قصته. وبنعرف هنا ليه منعينها ترجع أو تكلم أهلها. وهنا بنتفاجئ إن أندي جرحها ما التأمش وما بقتش خالدة وخرجت لهم وما عرفتهمش أي حاجة. وبنروح لجو نيكي وبنشوفهم وهم بيتعذبوا بسبب التجارب وبياخدوا أجزاء من جسمهم. وهنا بيتفاجئ جيمس لما ميريك قال له إحنا أخدنا دماء وأنسجة وحمض نووي وكل اللي محتاجينه، لكن مش هينفع أسيبهم فهحبسهم للأبد لأن لو خرجوا هيمسكوهم المنافسين ومش هخلي ده يحصل. وجيمس اتضايق جدا من اللي سمعوه. وبنرجع لأندي ونايل وهم بيتكلموا، فجالهم بوكر وقال لهم إن عرف مكان جيمس وجهزوا نفسهم وراحوا لمكان جيمس. وهنا بوكر أخد مسدس واداه لأندي، ونايل قررت إنها ترجع لأسرتها وقالت لها أنا مش هقتل حد ولسه قدامي وقت أعيشه مع أهلي. فأندي سابتها تعمل اللي عايزاه وادتها المسدس اللي أخدته من بوكر وقالت لها خلي بالك من نفسك، وخدت العربية ومشيت. وبعدين وقفت عند محطة قطر وبتحط السلاح في شنطة العربية وخلعت خزنة المسدس، فلقت الخزنة
فاضيه وما فيهاش رصاص، فبتتفاجئ وبنتفاجئ احنا كمان ان بوكر خانهم. وبنرجع لاندي وبوكر وبنشوفهم دخلوا الجيمس، وقام بوكر ضرب اندي بالنار وربطها وقال لها انا اسف، انا بعمل كده عشان جيمس لو عرف سر خلودنا يعرف ينهيه. وكانت مصدومه فيه وقالت له بس مش بالطريقه دي، وعرف ان جرحها ما التئمش. وبنشوف ميريك وصل وعرف انها ما بقتش خالده، وجيمس ما كانش راضي على اللي بيحصل، فضربوه ووقعوه على الارض وخدوهم لمختبر الشركه مع جو ونيكي. وبنشوف نايل رجعت لمكان جيمس ورفع عليه سلاح وبتهدده، وقالت له فين اندي وبوكر، وقال لها انت مين، فضربت طلقه على رجليها علشان تعرفوا انها خالده زيهم. فقال لها انهم في مختبر شركه ميريك وهو بيعذبهم، وشرح ليها كل المعلومات والسر اللي عرفهم عن اندي والفريق وكل من الانقاذ والخير اللي قدموه للعالم اثناء السنين الطويله اللي فاتت. وهنا عرفت نايل انهم من الناس اللي بتعمل الخير واللي بتحقق العداله، وقالت له ليه كنت ضدهم وعارف انهم ناس بيحاربوا الشر. فقال لها زوجتي كانت مريضه وماتت قدامي ومعرفتش اعمل حاجه ليها، فكنت عايز اخلي الناس ما تعانيش من الامراض عن طريق حل سر خلودهم. ونايل عرفت منه ان اندي ما بقتش خالده، وراحوا لمكان الشركه وجيمس كان بيساعدها وكان عايز يطلع معاها، وقال لها لازم اصحح خطئي، ولكن رفضت وقالت له انك هتموت وانا بس اللي هقدر انقذهم. وطلعت ولقت قدامها حراس وضربوها بالنار وبيفحصوها، فقامت وضربتهم بالنار وعرفوا ان في واحده خالده كمان، وحصل ضرب نار كتير لحد ما وصلت المختبر اللي فيه الفريق وحررتهم بما فيهم بوكر لانه ندم على اللي عمله، وكانوا خايفين على اندي لانها ما بقتش خالده. وخرجوا بره المختبر وفي مشهد جميل كانوا بيضربوا الحراس باحترافيه عاليه، وفي نفس الوقت بيحموا اندي وبيقفوا كساتر قدامها ووراها علشان يحموها من الرصاص. ونزلوا ضرب فيهم لحد ما فجاه حصل انفجار وشخص طلع وده انه يضرب فيهم لحد ما ضرب نار على نيكي. وهنا اندي بصت للفاس وقالت كفانا هزار ومضيعه للوقت، وخدت الفاس ونزلت ضرب فيهم بيه لحد ما عرفوا مكان ميريك انه في الاوضه العلويه، وطلعوا وكانوا معاه حراس كتير، وجو دخلهم من الشباك والباقي دخلوا من الباب واشتبكوا مع الحراس لحد ما خلصوا عليهم كلهم. وبنشوف ميريك ظهر فجاه ورفع سلاح على اندي، فاخدت الفاس بتاعها وضربته بيه في رقبته، ولسه هيضرب اندي بالنار لحقتها نايل وخدته وقعوا من فوق المبنى على العربيه. وبنشوف هنا جسمها كله اتكسر وشويه رجع لطبيعته، وبعد كده خدوا بعضهم ومشيوا. وبنشوف هنا في مشهد مؤثر اندي بتقول لبوكر احنا حكمنا عليك انك تقضي 100 سنه لوحدك ومش هتشوفنا في الفتره دي، وبعد ال 100 سنه هتتقابلوا هنا. وبوكر كان زعلان عشان مش هيشوفهم لمده 100 سنه، وكمان اندي هتموت وهو مش هيشوفها تاني بسبب انها ما بقتش خالده. وودعوا بعض وبعد كده سابوه ومشيوا. وفي مشهد اخير بعد فتره بنشوف بوكر دخل البيت وحس بوجود حد، وبنتفاجئ انها كوين اللي كانت محبوسه في التابوت الحديدي في البحر من اكتر من 500 سنه. وبينتهي الفيلم هنا وخلصت قصتنا النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمنا باللايك والشير مع اصحابك والاشتراك في القناه علشان تحفزنا نكمل.